بيبدأ الفيلم بشاب اسمه إيفن وهو في حفلة عن الشعر والقصايد عاملها شخص غني جدا، وبيكون إيفن حرامي تحف فنية محترف وموهوب جدا زي باباه المتوفي، وبيبقى موجود هناك علشان يسرق تمثال فضي غالي جدا، وبيفضل موجود في الحفلة وبيتصرف عادي وبيطلب مشروب وبيستنى اللحظة المناسبة، وبيتمشى في الحفلة وهو مش مهتم بأي حاجة لأن هو عطل كل الكاميرات قبل ما يدخل الحفلة أصلا، وأثناء ما هو بيتمشى بينادي عليه شخص وبيعمل له فقرة سحرية، وفي اللحظة دي بتبقى في بنت جميلة جدا اسمها ليز وبتشوف الفقرة السحرية دي برضه، وبعد ما بيمشي الساحر بتروح ليز تتكلم مع ايفن وبتبدأ تتعرف عليه وبيفضلوا يتكلموا شوية مع بعض، وبيقول لها ان هو هنا في الحفلة علشان بيحب الشعر، وبيتقدم لها على ان هو مستشار فني، وبيقاطع كلامهم الشخص اللي عامل الحفلة وهو بيطلب من الحضور يخرجوا كلهم للجنينة عشان هيسمعوا قصيدة شعرية، وبالفعل كل الحضور بيخرجوا وبيتظاهر ايفن ان هو خارج معاهم، لكن في الطريق بيقول لليز ان هو هيرجع يجيب لها مشروب وينضم لهم بره، وبيخليها تخرج وبيرجع هو للبيت، ولما بيتأكد ايفن ان كل الحضور خرجوا من البيت بيروح عند التمثال وبيبدأ يجهز علشان يسرقه، وبيطلع بالونة بنفس شكل التمثال وبينفخها عشان يحطها مكانه، وبياخد التمثال وبيحطه في شنطة وبيحط البالونة دي مكان التمثال، وكل حاجة بتمشي زي ما هو مخطط بالظبط، ولكن قبل ما يمشي بيلاقي بنت صغيرة واقفة وراه وبتسأله هو بيعمل ايه، فبيقول لها ان هو دلق المشروب بتاعه على السجاد، فقرر ان هو ياخد السجاد ويحطها في شنطته عشان ينضفها، وبيخليها تروح تدي مشروب لليز زي ما قال لها، وبياخد الشنطة اللي فيها التمثال وبيخرج من المكان وبيمشي من هناك بعد ما انجز المهمة بمنتهى السهولة. وتاني يوم بيجي لايفن تليفون من المكان اللي اخوه راي عايش فيه، والمكان ده بيكون للجالية اللي هم مهاجرين للمدينة هناك وملهمش مكان يسكنوا فيه، ولما بيروح لهناك بيعرف ان اخوه عامل مشاكل كتير ومش هينفع يفضل عندهم اكتر من كده، فبيقرر ياخد اخوه معاه في شقته كام يوم لحد ما ياخد شقة ويمشي من عنده، وبيروحوا يتغدوا سوا الاول وبيبداوا يدردشوا مع بعض شوية، وبعدها بياخدوا ايفن لشقته وبيعرفوا ان هو مش هينفع يفضل عنده للابد ولازم يشوف له وظيفة وشقة في اقرب وقت ممكن، وبيسيبه في الشقة وبيروح يقابل ديمتري، وديمتري ده هو اللي شغال عنده وبيسرق له التحف وبياخده منه، وبيسيب الشنطة اللي فيها التمثال عند واحد من رجالة ديمتري وبيدخل يقعد مع ديمتري نفسه، وده بيكون صاحب ابو ايفن وكانوا شغالين مع بعض زمان في السرقة، ولما مات ابو ايفن اشتغل مع ديمتري وبقى بينجز له المهمات دي، وبيديله مهمة جديدة في حفلة خيرية، فبيقول له ايفن ان هو هيعمل مهمتين كمان بس لان هو قرر يعتزل مجال السرقة نهائيا، فبيقول له ديمتري ان ده قرار غلط وما ينفعش يوقف دلوقتي عشان معاه فلوس كفاية، لان اكيد فلوسه دي هتخلص في يوم من الايام، وبيحاول يقنعه يرجع في القرار ده، لكن ايفن بيقول له ان هو مش هيفضل يشتغل حرامي طول عمره، وبياخد منه مكان المهمة الجديدة وبيمشي. بعدها بيروح للحفلة على ان هو سواق لشخص مهم في الحفلة وبيقدر يدخل الحمام، واول ما بيخرج بيقابل ليز قدامه وبيستغربوا هما الاتنين شوية من الصدفة دي، وبتفضل تسأله ليز بيعمل ايه في الحفلة دي كمان، فبيقول لها ان هو مهتم بالاعمال الخيرية، فبتطلب منه يعمل لها خدمة صغيرة وبتحكي له ان هي تبقى ممثلة في هوليوود ولكن على قدها شوية، وفي منتج ايطالي في الحفلة جت عشان تتكلم معاه في شغل، لكن المشكلة ان هو بيحاول يتقرب منها وهي مش حابة كده، وعشان كده بتطلب من ايفن يمثل على المنتج ان هو يبقى حبيبها لحد ما يحل عنها، وبيوافق ايفن يساعدها، وبالفعل بيروح معاها يقابل المنتج ده وبيفضل يمثل ان هو حبيبها، ولما بيمشي المنتج بيقرر ايفن ينفذ المهمة اللي هو موجود هنا علشانها، وبياخدها لأوضة معينة فيها لوحة فنية اللي هو جاي يسرقها، وبيصادف ان بيكون في الأوضة ترابيزة بلياردو، فبيدخل يعطل الكاميرات وبيفضل يلعب بلياردو مع ليز، وبيفضلوا الاتنين يتكلموا سوا، وبتحكي له ليز ان هي كانت ممثلة في هوليوود لحد ما في يوم في مخرج حاول يتقرب منها بالقوة، ولما رفضته وقف شغلها وما خلاهاش تمثل تاني من ساعتها، وبيفضلوا يتكلموا لحد ما بيجي المنتج ينادي على ليز عشان يتكلموا في الشغل، ولما بيقعد ايفن في الأوضة لوحده وبيبدأ يطلع معداته وحاجاته وبيبدأ يفك اللوحة ويسرقها، وبيقدر يفك اللوحة وبيحط حاجات مكانها عشان أجهزة الاستشعار ما تحسش باختفاء اللوحة، وبيبدأ يمسح كل بصماته وبيرجع كل حاجة زي ما كانت بالظبط، وبيشغل الكاميرات تاني وبياخد اللوحة وبيمشي من الحفلة، وتاني يوم بيروح ايفن يقابل ديمتري وهو مع اللوحة، وبيشوف هناك إيريك اخو ديمتري، وبيفضل إيريك يقلل من قيمة اللوحة وبيكون عاوز يخلي ديمتري يدي لايفن اقل من حقه، بس ديمتري ما بيسمعش كلام اخوه وبيقول لايفن ان هو هيديله حقه كامل، وبيطلب منه يركز معاه لان هو عنده مهمة خاصة، وبيقول له ان المهمة دي ان هو يروح يجيب اول لوحة هتلر رسمها زمان، واللوحة دي تبقى مهمة جدا وموجودة في بيت جنرال قوي جدا، والغريب في الموضوع ان مفيش اي حراسة على البيت ومفيش غير الجنرال وكلبين بس اللي موجودين هناك، وبيوصف له مكان الاوضة اللي اللوحة فيها، وبيطلب منه ياخد حذره من الجنرال ده لان هو عنيد جدا ومش هيسيب اللوحة بسهولة، والاهم من كده ان ديمتري بيعرض مبلغ كبير جدا على ايفن لو قدر يجيب له اللوحة دي، وكمان بيوعده ان هو لو قدر يجيبها له هيخليه يعتزل
ومش هيشتغلوا مع بعض تاني. في الاول ايفن بيبقى مستغرب، بس بعدها بيفرح جدا لان المقابل المادي هيبقى كبير جدا، وكمان ديمتري وافق ان هو يخليه يعتزل بسهوله. فبيدخل الحمام قبل ما يمشي من عنده بيلاقي ازاز الحمام متكسر وفيه دم كتير، لكنه ما بيهتمش وبيخرج. ولما بيخرج بيقول له ديمتري ان مناخيره كانت بتنزل دم مش اكتر. وبيجي ايريك بيدي لايفن جزء من فلوس العمليه وبيقول له ابدا الشغل في اقرب وقت. فبيوافق ايفن وبياخد الفلوس منهم وبيودعهم وبيمشي. وفي الوقت ده بيكون الشخص اللي عمل حفلة الشعر عرف باختفاء التمثال بتاعه وشاف البالونة، وعشان كده بيروح يبلغ في الاسم على طول. وبيتكلم مع الضابط ليمون وبيسأله كذا سؤال، واهم الاسئلة دي كان في اي شخص ما يعرفوش كان موجود في الحفلة. فبيأكد له صاحب الحفلة ان هو كان يعرف كل الحضور، بس بنته الصغيرة اللي شافت ايفن بتسألهم لو كانوا يعرفوا الشخص اللي خد السجاد ينضفه. فلما ليمون بيسمع كده بيستغرب وبيخلي الرسام في الاسم ياخد مواصفات الشاب ده من البنت، وبيقدر يكتشف شكل ايفن بس ما بيقدرش يحدد هويته. وبالليل بيروح للجنرال العسكري عشان يسرق اللوحة وبيجهز لحمة فيها مخدر للكلاب وبيحدفها لهم وبيخليهم يفقدوا الوعي. وبيبدأ ايفن يقرب للبيت، ولكن الجنرال بيحس ان في حاجة غلط وبيلاحظ اختفاء الكلاب بتوعه وان هو بقاله فترة مش سامع لهم صوت. فبياخد بندقيته وبيطلع يدور على كلاب، ولكن بيكون ده فخ، وايفن قاصد يعمل كده عشان يبعدوا عن البيت. وبيستغل خروجه من البيت وبيدخل للأوضة اللي الجنرال شايل فيها اللوحة، وبياخد اللوحة وبيهرب بيها على طول. ولما بيرجع بيته تاني بيتفاجئ ان ليز بتخبط على الباب وجاية تقابله، فبيفتح لها وهو متلخبط وبيرفض يدخلها الشقة عشان اخوه نايم جوه. وبيعرف منها ان هي عرفت عنوانه علشان فتشت في محفظته يوم الحفلة الخيرية. فبياخدها وبيسهروا بره وبيروحوا يلعبوا بلياردو سوا. وبتقول له ليز ان هي ما حكتلوش كل حاجة عن المخرج اللي حاول يتقرب منها بالقوة، وبتحكي له ان هو لما عمل فيها كده سرقت منه عقد غالي جدا، وده السبب الحقيقي اللي خلاه واقف كل شغلها. وقال لها لو جابت له تمن العقد هيرجعها تشتغل من تاني، وهي سددت له معظم المبلغ وفاضل من تمن العقد 200,000 دولار. وبتسأل ايفن اذا كان يقدر يساعدها في تجميع المبلغ ده، فبيطلب منها ان هي تساعده في حاجة معينة بما ان هي ممثلة، والحاجة دي ان هي تمثل ان هي حبيبته وتيجي معاه يتفاوضوا على شراء بيت. وبيقول لها ان هي مهمتها ان هي تفضل تتفاوض وتشغل السمسارة وهو هيدور على حاجة في البيت ده. فبتوافق ليز على مساعدته، وبعدها بتودعه وبتمشي. وبنلاحظ ان في شخص بيراقبها وهي مش واخده بالها. وتاني يوم راي بيدي لايفن مسدس باباهم وبيقول له ان هو اكيد محتاجه اكتر منه، وكمان بيقول له ان في عربيه كانت راكنه تحت البيت طول الليل، والعربيه دي بتكون عربيه الضابط ليمون وهو بيراقب ايفن. وفي نفس الوقت ده بتكون ليز في محل رهانات وبتكون مغيره شكلها وبتكون لابسه باروكه وعماله تتقرب من كل شخص هناك شويه، وبتقعد تسرقهم لحد ما بتجمع مبلغ كويس وبتاخده وبتمشي. وفي الاثناء دي بيروح ايفن لديمتري وايريك وبيحكي لهم عن الضابط اللي بيراقبه، وهنا بيتفاجئ بالوش الحقيقي لديمتري واللي كان فاكره بيحبه وصاحب باباه المخلص. وده لان ديمتري بيطلع المسدس وبيهدد ايفن بالقتل وبيقول له ان هو مش هيسمح له يتقبض عليه بسببه. فبيفكروا ان اللوحه الاخيره لسه معاه، فبينزل ديمتري المسدس وبيقول له ان ده كان اختبار وبيطلب منه يديله اللوحه دي، ولكن ايفن بيرفض وبيقول له ان هو هيمشي. فبينادي ديمتري عليه وبيديله مهمه اخيره وبيقول له ان هو يسرق التمثال ده ويسلمه له مع اللوحه، وكل واحد ياخد حقه وبعدها ممكن يوقفوا شغل مع بعض. فبيوافق ايفن وبياخد منه العنوان وبيمشي وهو حاسس ان في حاجه غلط. ولما بيمشي من هناك بيشوف ليمون وهو بيراقبه، فبيروح يساله انت بتراقبني ليه؟ فبيقول له ليمون ان هو يعرف كل حاجه عنه وعن عيلته وكمان عن الناس اللي هو شغال معاهم، ويعرف كمان ان هو سرق تحف فنيه بتقدر ب 75 مليون دولار. وبيحكي له ان البنت الصغيره شهدت عليه ووصفت شكله بالظبط، وده دليل كافي لادانته. ولكن هو مش بيفكر في القبض عليه، هو عاوز يقبض على الرؤوس الكبيره اللي شغال معاهم. وهنا ليمون بيتكلم بالتحديد عن ديمتري واخوه ان الاتنين دول من اخطر المجرمين اللي في البلد، وبيهددوا ليمون ان هو لو رفض يساعده في القبض عليهم ساعتها يقبض عليه هو بسهوله جدا، وده لان معاه كذا دليل. وبيديله الكارت بتاعه وبيقول له يفكر تاني. وتاني يوم بيروح ايفن وليز وهم متنكرين ومغيرين شكلهم عشان يتفاوضوا مع السمساره على شراء البيت، وبتفضل ليز تشغل السمساره وبتتفاوض معاها عقبال ما ايفن يلف في البيت ويعمل الحاجه اللي هو عايزها. بس ايفن ما بيلاقيش الحاجه اللي بيدور عليها، فبيروح ياخد ليز وبيمشوا. ولما بيركب العربيه معاها بيلاحظ ان ليمون لسه بيراقبه برضه. فبعدها ايفن بياخد ليز لمكان بعيد وبيوضح لها ان الحاجه اللي كان دخل علشانها ملقاهاش. فبتساله ليز عن اللوحه اللي كانت موجوده في اوضه البلياردو لما كان معاها، وده لانها عرفت ان اللوحه دي اتسرقت بعدها على طول. فبينكر ايفن في الاول، بس بعدها لما بتضغط عليه بيعترف لها ان هو سرقها، وبيحكي لها على كل حاجه وبيقول لها ان الناس اللي شغال معاهم دول احتمال كبير جدا يقتلوه، وان حاليا هو في خطر وعشان كده هو هيحاول يخلص عليهم قبل ما يخلصوا عليه. فبتتصدم ليز من اللي بتسمعه ده، وبعدها
بتقول له ان هي هتساعده وتحاول تحميه وتنقذ حياته، فبيحرجها ايفن وبيقول لها ان هو ما طلبش مساعدتها ولا هو اصلا محتاجها، فبتتضايق ليز جدا وبتسيبه وبتمشي. فبيروح ايفن وراها وبيعتذر لها عن اللي قاله وهو اللي بيطلب منها تساعده، فبتوافق ليز. والصبح ايفن بيعرفها على اخوه، ولما بيمشوا كلهم من الشقه بيروح واحد من رجاله ديمتري يدور على اللوحه وبيقلب الشقه عليها لحد ما بيلاقي الخزنه اللي ايفن بيشيل فيها كل حاجته، ولكنه ما بيعرفش يفتحها فبياخد الخزنه كلها وبيمشي وبيروح بيها المكان بعيد وبيستخدم المعدات وبيفتح الخزنه، ولكنه ما بيلاقيش فيها اي حاجه. وبالليل لما بيعرف ايفن بالاقتحام اللي حصل في شقته ده بيروح للظابط ليمون وبيحكي له على كل حاجه، فبيقول له الظابط ان هو ما عملش كده، وبيقول له ان ديمتري اللي اكيد عمل كده وان هو ملوش دعوه بالموضوع ده ومش هينقذه من ديمتري، وبيقول له يساعد نفسه بنفسه. فبيقرر ايفن يحل مشكلته مع ديمتري بنفسه بمساعده ليز، وبيخليها تروح تقابل ديمتري وتتقرب منه لحد ما تبعده عن مكانه ورجالته. وبالفعل بتروح ليز تقابله وبتقدر تغريه وبتاخده في العربيه معاها، وبيكون راي هو اللي سايق العربيه دي. وفي نفس الوقت ده بيروح ايفن للشخص اللي اقتحم بيته وبيقدر يخلص عليه وبياخد تليفونه. وفي الاثناء دي ليز وراي بياخدوا ديمتري البيت بعيد وبتديله حاجه يشربها، لكن ديمتري بيشك فيهم وبيطلع مسدسه ليز وبيرعبها وبينادي على السواق وبيضربه، وده لان ديمتري قدر يتعرف على راي لانه هو شبه ابوه وفهم ان دي لعبه من ايفن، وعشان كده بيضربهم هما الاثنين. وبيقول ديمتري ليز ان هو ومعاها جات له رساله من واحد من رجالته ان ايفن خلاص مات، وطبعا بيكون ايفن هو اللي بعت له الرساله دي من تليفون الراجل اللي هو قتله. وفجاه وديمتري بيتكلم ومبسوط بيدخل ايفن وبيهدد ديمتري بالسلاح، فبيتظاهر ديمتري ان هو بيستسلم وبيقوم يشرب المشروب اللي لسه بيطهوله، وفجأة بيطلع مسدس وبيوجهه ناحية ليز وبيهدد ايفن عشان ينزل المسدس، فبيشاور راي لاخوه علشان يستجيب لكلام ديمتري، فبيثق ايفن في كلام اخوه وبينزل المسدس، وبيفضلوا الثلاثه يشغلوا ديمتري في الكلام لحد ما بيتعب ديمتري فجأة من المشروب اللي شربه، وده لان راي حاطط له كمية مخدر كبيرة فيه، وبتحمر عين ديمتري جدا وبيقع على الارض وبيموت، وكلهم بينجوا من الحادثة دي بسلام. والتاني يوم بيبعت ايفن رسالة ليمون وبيقول له ان هو هيلاقي ديمتري ميت في شقته نتيجة جرعة زيادة، وجوه بيت ديمتري هيلاقي كل التحف المسروقة، وبيحذروا ايفن لو فكر يقبض عليه بعدها فهو مسجل كل مكالماته. وطبعا دي مشكلة جامدة ليمون لان هو كان بيحقق تحقيق غير رسمي، وبالفعل بيروح ليمون لبيت ديمتري وبيشوف جثته وبيصادر كل التحف المسروقة. وفي نفس الوقت بيروح ليمون للمخرج اللي عايز 200,000 دولار من ليز وبيديله فلوسه وبيضربه على اللي عمله معاها وبيقول له يرجع للشغل من تاني، فبيوافق المخرج. ورغم ان ايفن وليز بقى معاهم فلوس كتير لكنهم بيستمروا في السرقة، وده لانهم بيحبوا الاثارة اللي بيحسوها وهم بيسرقوا، وبيكملوا حياتهم مع بعض بنفس الطريقة في المتعة والاثارة والسرقة. وبيخلص الفيلم على كده. سلام.